السلام عليكم. اهلا بيكم في سهل وبسيط مع ايمي. النهارده هنعمل حاجه لعشاق القهوه. اي حد بيحب القهوه لازم يتفرج على الفيديو ده. بس لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبتك الوصفه دوسي لايك. هنعمل النهارده بسكوت حبات القهوه، حاجه كده تحفه. بسكوته ناعمه جميله جدا جدا، طبعا هي شبه الكوكيز خالص، بس القهوة مديها طعم جميل جدا جدا. ودلعناها كمان وحطيناها في الشوكولاتة عشان يبقى شكلها جميل كده وطعمها أحلى. يلا بينا نبدأ بسم الله. عندي المكونات بتاعتي، عندي 2.5 كوباية من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وعندي كمان 1.5 كوباية سكر، والسكر لازم يبقى مطحون، وعندي 3 معالق كبار من النشا، وعندي كمان 3 معالق كبار من الكاكاو، المعلقة هرمية، وعندي معلقة نسكافيه، معلقة كبيرة من النسكافيه ممكن تستبدليها بقهوة، وبيضة عليها رشة فانيليا ورشة خل، 1.25 كوباية من الزبدة، 1/4 كوباية من الزيت. الزبدة لازم تبقى بدرجة حرارة المطبخ عشان تبقى سهلة معايا ان انا اضربها في المضرب. ابتدي بقى اضيف الزبدة الاول واديها ضربة كده بالمضرب عشان تفك. تمام قوي كده. ابتدي انزل عليها 1/4 كوباية من الزيت واخلط المكونات بتاعتي كويس. انزل عليها 1/4 كوباية من السكر، وقلنا السكر لازم يبقى سكر بودرة عشان لو سكر حبيبات هيغلبنا جدا ومش هيدوب معانا مع الزبدة. شايفين اللون بتاعها؟ اللون ابيض كده والقوام بتاعها عالي خالص، بقت عاملة زي الكريم جانتيه. ابتدي اضيف عليها البيضة اللي عليها رشة الفانيليا ورشة الخل، واخلط المكونات بتاعتي كويس قوي. هنا خلاص دور المضرب انتهى. هنبتدي بقى نجيب المكونات الجافة بتاعتنا ونبتدي ندخلها. حطينا الدقيق، عليه معلقة البيكنج باودر، وهنحط كمان الكاكاو، وهنحط كمان النشا، وهنحط كمان معلقة النسكافيه، وممكن قلنا نستبدلها بقهوة، وهنخلهم كويس قوي. وهنا طبعا بعمل حبات النسكافيه عشان تعدي من المنخل كده. تمام، جهزنا المكونات الجافة. هنبتدي بقى نحط الخليط بتاعنا ونقلب كويس لغاية لما تبقى العجينة بتاعتي متماسكة. مش هنضيف الدقيق كله، بس هنضيفه بالتدريج. شايفين اخر حبة دقيق خلاص اهو ضفناهم لغايه لما بصوا العجينه جميله جدا، عجينه طريه مش بتشقق لما باجي اشكلها كده. هي العجينه جاهزه معانا. ابتدي بقى اجيب صينيه وادهنها ماده دهنيه خفيفه جدا بحبه زيت، واحط كده بين ايديا واعملها بالمعلقه، بطرف المعلقه كده، واحطها في الصينيه بينهم مسافات عشان احنا حاطين بيكنج باودر هتنفش شويه. وندخلها الفرن على درجه حراره 180 لغايه لما تستوي. بس خلي بالك منها عشان لونها البني دوت هيخلينا ما نعرفش استوت ولا لا. اول ما نلاقي الحبات متماسكه يبقى كده هي استوت. شايفين 2.5 كوباية دقيق عملوا كميه ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نجيب قالب شوكولاته. انا جايبه هنا سما وقطعتها بالسكينه، وابتدي اجيب ميه مغليه واحطها. حطيت الشوكولاته جوه كيس من اكياس التلاجة وحطيتها جوه الميه لغايه لما الشوكولاته كلها تسيح. دي ابسط طريقه لتسيح الشوكولاته. بمسحها كويس قوي لان لو اي نقطه ميه جت على الشوكولاته بتاعتي هتخرز ومش هتديني النتيجه اللي انا عايزاها. افضيها بقى في اي بوله، في اي طبق صغير كده، وابتدي بقى ازين بقى زي ما انت عايزه تحطي البسكوته كلها، عايزه تحطي طرفها زي ما انت حابه زينيها، عايزه البسكوت بس كده ومش عايزه عليه شوكولاته زي ما انت عايزه طبعا. واسيبها بقى افردها. طبعا انا هنا فارده اكياس تلاجة عشان الشوكولاته تنشف. بس طبعا الجو ساقع ما فيش ثواني كانت خلاص خلصنا وخلصنا الكميه كلها زي ما انتم شايفين. والنتيجه كانت تحفه، بسكوته جميله جدا هشه. على فكره حتى الولاد اكلوا منها، بس ما كنتش باكلهم منها كتير طبعا عشان القهوه. بسكوته جميله جدا، طعمها تحفه، هشه، حاجه كده خفيفه مع كوبايه نسكافيه الصبح مع بسكوتين كده. مفيش احلى من كده طبعا لعشاق القهوه. ممكن يشربوا طبعا جنبها قهوه، مفيش احلى من كده. شايفين النتيجه؟ وكمان دلعناها بالشوكولاته. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس
ولو عجبتكم الوصفة دوسوا لايك، وعايزة رأيكم طبعا في التعليقات لأن رأيكم بيهمني كتير.